بعد فيديوهات يومية مثيرة وأخبار وحوادث وفضايح، فجأة بيختفي تماما بالأيام والأسابيع. وسط تساؤلات الناس هو ايه سبب اختفائه، وفجأة بتظهر اخبار عن اختطافه وتدمير مطعمه ومشاكل تانية كتير، لكن وقتها بيظهر في فيديو بيوضح كل الاسرار. مفيش صعيدي بيتخطف. تمام. رقم 2، انا بيتي اتخرب الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. انا المطعم بتاعي اتقفل. والموضوع طلع فيه مفاجآت وكوارث اكتر من كده بكتير. علشان تفهم الحكاية وتعرف كل التفاصيل تابع معايا في الموضوع من اوله. الحكاية بدأت مع محمد خالد اللي اتولد في قرية العوامية بمحافظة سوهاج وسط أسرة متوسطة الحال ويدوب بيكفي احتياجات بيتهم. لكن محمد ما كانش عاجبه الحال وكان دايما بيدور على المكسب السريع، فكان بيروح يشتغل وهو صغير مع العمال، ولما بقى شاب حاول يدور على وظائف تجيب له فلوس اكتر، فاشتغل في كذا وظيفة لكن ما استمرش فيهم لان محمد كان دايما بيدور على المكسب السريع بس من غير اي مجهود. هو كان دايما شايف ان الفلوس هي اللي بتخلي الشخص قيمة مش التعليم والشغل، ويمكن الحاجة الوحيدة اللي استفادها من شغله ما كانتش الخبرة لكن كانت لعبة بابجي اللي اشتهرت في الوقت ده وكان كل الناس بيلعبوها، وتقريبا كانت حياتهم ضايعة يوميا وهم بيلعبوا بابجي. والحقيقة ان محمد كان عنده ادمان على اللعبة دي، وكان لقبه في اللعبة دي واللي معروف بيه بين اللاعبين اللي موجودين في اللعبة وهو لقب مداهم، ومداهم في اللعبة معناها المهاجم، وواضح كده ان اللقب ده عجبه وبقى معروف بيه وسط الناس مش في اللعبة بس، لا ده كمان كان اسمه ده معروف في المنطقة بتاعته كلها وبين اصحابه كمان. بقى دايما بدل ما يندهوا عليه محمد بقوا بيندهوا عليه مداهم. المهم ان مداهم لقى نفسه ان هو بيضيع اكتر من 12 ساعة في اليوم على لعبة بابجي، وفي نفس الوقت ما كانش عارف يحقق الفلوس والشهرة السريعة اللي كان عايزها، فقرر وقتها ان هو يعمل حساب على التيك توك ويكون خاص بلعبة بابجي او الالعاب عموما، ودي حاجة كده زي فيديوهات بيعرف فيها الالعاب وبيلعبها قدام الجمهور علشان يعرف الناس ازاي يلعبوها ويكسبوا فيها. وفضل يعمل فيديوهات لفترة طويلة جدا لكن لاحظ ان هي ما بتجيبش مشاهدات ولا بتحقق ارباح اصلا، فقرر يدور على مصدر تاني للارباح الكتيرة السريعة، وساعتها شغل حسابه اللي موجود على التيك توك وبدأ يعمل فيديوهات لايف. ادخل واحد اول ما ادخل معاه اتخانق معاه قلبي اس اتش. هو فين ده؟ بس المرة دي من غير محتوى اصلا، وهدفه زي كتير من الناس اللي موجودة دلوقتي المكسب السريع من غير مجهود، وبدأ فعلا يفتح لايف مع الناس، بس المرة دي بقى بيظهر بوشه ويتكلم معاهم كمان، وبقى بيلعب معاهم بابجي بس قليل جدا. وبالرغم ان العقل بيقول ان ده مش محتوى هادف اصلا، لكن الحقيقة ان هو لما طلع واتكلم مع الناس في اللايف ولعب معاهم حقق ساعتها مشاهدات عالية جدا، ودي كانت بداية الانطلاق لمداهم، لان الفيديو عمل 40 مليون مشاهدة في اسبوع واحد، اللي هو اصلا نفسه استغرب من ضربة الحظ اللي جات له وما كانش متوقع ان حاجة بالتفاهة دي تجيب له الارقام دي كلها. المهم ان هو قرر وقتها ان ده اقصر طريق للمكسب السريع من غير مجهود، فقرر ان هو يعمل حساب على التيك توك باسمه مداهم قائد الكتيبة 3 سبعات، وده كان اسمه في لعبة بابجي بس معناها محدش يفتكر ان هو قائد كتيبة فعلا، ده اسم بس. وبدأ ساعتها يعمل فيديوهات مع الناس كل يوم بالساعات، يفتح اللايف ويستنى اي حد يتكلم معاه بدون محتوى وبدون اي حاجة خالص، بس الموضوع كله ان هم بيهزروا وبيقولوا ساعتها الفاظ غير لائقة، وده علشان يجذب المشاهدات وخلاص. وطبعا كل ما كانت المواضيع مثيرة والالفاظ اسوأ كانت بتجيب مشاهدات اكتر، لكن الحقيقة ان مداهم كان معظم الجمهور بتاعه من اندر ايدج او المراهقين اللي هم اصلا اكتر جمهور موجود على التيك توك، اللي وفقا لاجدد الاحصائيات ان هم اكتر من 2 مليار مستخدم موجودين على التيك توك. وكمان المراهقين او الاندر ايدج اغلبيتهم عاملين حسابات على التيك توك لان ده بيحقق شهرة وفلوس سريعة. المهم ان محمد بدأ يعمل فيديوهات اكتر ويزود المدة بتاعتها، وكان كل مرة يتكلم مع بنت من المراهقات باسلوب غير لائق بعاداتنا وتقاليدنا المصرية. هو ايه الحاجات اللي بتتهز دي؟ ما تهزيش الكاميرا. لكن للأسف كل مرة كان المشاهدات بتزيد والمتابعين بيزيدوا أكتر، وكان بيفتكر ساعتها إن هو ماشي في الطريق الصحيح للنجاح. بس خلينا في البداية نوضح حاجة مهمة جدا عن تطبيق التيك توك، وهي إن المشاهدات الكتير وعدد المتابعين الكتير ده بيعمل لك شهرة بس
مش بيعمل لك فلوس اصلا، ولو زادت المشاهدات قوي فبتكون الارباح ضعيفة جدا. لكن الارباح الحقيقية اللي بتيجي عن طريق الهدايا اللي موجودة في اللايف، ودي بتكون عبارة عن اشكال مختلفة وكل واحدة فيهم ليها سعر غير التانية. يعني مثلا حاجة زي الألماسة أو الوردة أو أي حاجة صغيرة بتساوي 5 سنت، وأعلى حاجة هي هدية على شكل أسد، ودي بتكون قيمتها حوالي 150 دولار. يعني لو حد من المشاهدين بعت أسد لأي واحد فاتح لايف، ده يعتبر نسبة ربح كبيرة جدا لصاحب اللايف، لكن في نسبة معينة بتاخدها إدارة التيك توك من الهدية دي، والباقي ساعتها بيرجع لصاحب اللايف. وهي دي الطريقة اللي بيعتمد عليها أغلبية الناس اللي بيفتحوا لايف على التيك توك. ومحمد ممكن إن هو يجمع أكتر من 500 دولار في 3 ساعات لايف بس، من غير أي محتوى هادف أو أي نصايح ليهم. المهم إن محمد قدر يجمع ثروة ضخمة جدا من اللايفات، وجاب أهله من الصعيد وسكنهم في احسن منطقه موجوده في شيراتون، وبعدها جاب عربيه BMW احدث موديل. الغريب بقى ان العربيه دي بيمتلكها 3 بس في الشرق الاوسط كله، وال3 دول رجل اعمال اماراتي واللعيب شيكابالا واخيرا مداهم، وده لان سعرها ممكن يوصل لاكتر من 10 مليون جنيه. وطبعا معروف ان محمد مش بيشتغل اصلا وما عندوش مصدر دخل او اي وظيفه ثابته، لكن كل الارباح دي كلها والثروه اللي عملها جمعها من لايفات التيك توك. ويوم بعد يوم بتزيد شهرة محمد وثروته، لدرجة ان هو بيعمل شركة عقارية كبيرة، ودخل شريك في شركة بيع غيارات العربيات، وعمل مطعم كبير جدا في التجمع الخامس، وسماه ساعتها على اسمه مداهم 3 سبعات. واستغل شهرته على التيك توك وخلى المتابعين اللي بيشوفوه في اللايف يجوا المطعم ويقابلوه ويتصوروا معاه. بس الاغرب من كده هو تكلفة المطعم، كانت ميزانية المطعم اكتر من 50 مليون جنيه، وده معناه ان مداهم بقى من اثرياء الوطن العربي، وهو اصلا مش بيشتغل ولا بيبذل اي مجهود. لك ان تتخيل عزيزي المشاهد نظرة الجيل الجديد لمحمد مداهم، وده معناه ان محمد هيكون قدوة والكل هياخد الطريق المختصر للشهرة. علشان كده كان لازم القيادات العليا تتحرك، وهنا اكتشفوا كوارث حقيقية ومفاجآت في حياة محمد، واللي كانت سبب في فتح جرائم التيك توك. خلينا نشوف ايه اللي حصل. مستشار قانوني ومحامي كبير قرر ان هو يعمل بلاغ في المحكمة بيتهم فيه المداهم محمد بالإساءة في فيديوهات اللايف بتاعه، بيستخدم فيها ألفاظ مسيئة وتعبيرات غير لائقة بالدين والعادات. فقررت السلطات ساعتها تحقق في موضوع محمد، وهنا كانت الكارثة. الشرطة اكتشفت ان محمد ما بيدفعش اي ضرائب للدولة للارباح والمشاريع اللي هو عملها، يعني متهرب من الضرائب من سنين كتير. وكمان اكتشفوا كسب غير مشروع بطرق غير قانونية. الاكبر من كده هي تهمة غسيل الاموال، وده معناه ان محمد عمل عمليات كتير لغسيل الاموال من خلال فيديوهات اللايف اللي هو بيعملها. طب خليني افهمك يا عزيزي المشاهد ازاي بيعملوا كده. الموضوع ان غسيل الاموال ده بيكون من شخص عنده ثروة كبيرة لكن من غير مصدر معين او مصادر غير معروفة، فعلشان يدخلها البلد او يدخلها البنك لازم يكون في مصدر للفلوس دي. وطبعا البنك بيعترف بارباح التيك توك وارباح وسائل التواصل الاجتماعي، فكانوا اصحاب الملايين دي بيبعتوا هدايا كتير لواحد من مشاهير التيك توك، وطبعا الهدايا دي بتتحول لقيمة مالية بتتقسم من إدارة التيك توك، وهي إن صاحب اللايف ياخد له نسبة وإدارة التيك توك تاخد لها نسبة. وهو ده بالظبط اللي حصل مع محمد خالد وغيره من مشاهير التيك توك، بقوا بيستقبلوا هدايا كتير في مقابل إن هم ياخدوا نسبة منها، وباقي الفلوس بتدخل البنك في حساب العميل من غير سؤال عن مصدرها. وطبعا دي بقت سياسة المهربين والتجار اللي بيشتغلوا في حاجات غير مشروعة. وساعتها السلطات اتخذت الإجراءات ووجهت تهم لمحمد وتحفظت على كل أمواله وأملاكه، وكمان قفلت المطعم بتاعه المشهور اللي في التجمع الخامس، وقبضوا على محمد عشان يعملوا معاه تحقيق. وساعتها محمد اختفى تماما لأيام وأسابيع عن التيك توك، حتى ناس كتير أصلا قالت إن هو اتخطف. لكن الحقيقة إن ساعتها الشرطة بتوجه له 5 تهم، وهي التهرب الضريبي والكسب غير مشروع وغسيل الاموال، ده غير طبعا تهم لايفات التيك توك اللي هي استخدام الفاظ وتعبيرات مسيئة. لكن للاسف الموضوع ده ما عملش اي تأثير على حياة محمد، غير انه زعل ان هو خسر جميع ممتلكاته. وبعد ما خسر كل حاجة وهو لسه رهن التحقيق، عمل فيديو جديد للمتابعين بتوعه وهو لابس جلابية صعيدي. ده عمل الفيديو ده كله علشان يقول ان محدش يقدر يقرب لاي حد صعيدي، لكنه اعترف في الفيديو ان هو خسر كل حاجة وبيته اتخرب، وطلب من الناس ساعتها ان هي تدعي له في محنته. مفيش صعيدي بيتخطب. تمام. رقم 2 انا بيتي اتخرب الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. انا المطعم بتاعي اتقفل. مش هقدر اتكلم عن الموضوع دلوقتي، بس هو اتقفل
الحمد لله، وعسى يكون خير ليا طبعا، ومش طالب منكم حاجة غير الدعاء، وهو ده اللي كان مغيبني الفترة دي كلها، ولسه غايب شوية كمان بسبب الموضوع ده، وادعوا لي. لكن لسه التحقيقات شغالة، واحتمال الأيام الجاية نشوف مفاجآت كتير سواء بقى عن محمد خالد أو عن التيك توك. ودلوقتي يا عزيزي المشاهد، تفتكر إن محمد خالد بعد اللي حصل له ده هيكون نموذج علشان الناس تخاف من مخاطر التطبيقات دي، ولا هيكون حاجة عادية؟ اكتب لي رأيك دلوقتي في التعليقات، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.